تخيل كده ان انت قاعد مع ابوك وهوبا تكتشف ان ابوك عمل اكبر 3 خطايا ممكن يعملهم اي انسان في الحياة. فانت ساعتها هتعمل ايه مع ابوك؟ عمير بن سعد ابوه مات من وهو صغير، وامه اتجوزت ساري عربي اسمه الجلاس بن سويد. ساعتها الجلاس ده اخد عمير كانه ابن ليه، وحب عمير قوي 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 وعامله احسن معامله، لدرجه ان عمير نسي اصلا ان هو يتيم. وكان كل ما يكبر عمير يحب الجلاس اكتر ويعجب بذكائه وفطنته. وأسلم عمير وهو لسه ما كملش حتى 10 سنين، وكان يروح يصلي إلا في المسجد مرات، ومرات مع الجلاس ومرات لوحده. انت مستغرب دلوقتي وانا عمال احكي لك التفاصيل دي ليه؟ بس اصبر بس عليا حبتين، اصل في مصيبة جاية هتحصل. اصبر بس على التفاصيل دي لانها مهمة. شايف انت بقى القصة الكيوت دي اللي عدينا عليها من شوية؟ اصبر بس حبتين بقى. في السنة 9 من الهجرة أعلن الرسول عن غزوة تبوك، وأمر المسلمين إن هم يستعدوا ليها. وأصلا الحركة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن عن غزوة كانت غريبة، لأن ساعتها ما كانش الرسول بيقول عن الغزوة أو مكان الغزوة اللي عايز يغزوها أبدا، بل كان بيقول عن مكان مغاير للي هو عايزه. بس هو ما عملش كده في تبوك لأنها غزوة كبيرة ومش سهلة أبدا. كان الصيف دخل والحر اشتغل، وكان في تكاسل عند بعض المسلمين. وحط في اعتبارك ان الصيف عندهم غير الصيف عندنا، انت الصيف عندك كيوت، ده هم في الصحراء، يعني الصيف عندهم يعني ما شاء الله في ناس بتموت منه اصلا، فاهم؟ فحصل ايه بقى؟ كان في منافقين قاعدين عمالين يأسوا في الناس عمالين يقولوا كلام كده، يعني يأس وطاقة سلبية على دماغنا، وبيقولوا كلام كفر استغفر الله العظيم يا رب، لانهم اصلا منافقين. في يوم من الأيام بقى شاف إيه عمير؟ النساء عمالة تتجمع وراحوا عند رسول الله وادوا كل الذهب والحلي بتاعهم للرسول عشان يجهز الجيش بتاعه. وشوف عثمان بن عفان بيدي فلوس الرسول عشان برضه يجهز الجيش، لدرجة إن هو شاف واحد عارض سريره للبيع علشان يشتري بتمن السرير ده سيف يجاهد فيه في سبيل الله. وصلت للدرجة دي، الراجل باع سريره، يعني فاهم للدرجة دي؟ عمير بقى ان الجلاس رغم ثرائه وان هو يعني مسترخي ماديا، كان مش مجهز ولا عمال بيحاول حتى ان هو يجهز. فكان عمير مستغرب هو ايه اللي بيجرى ده. عمير انه يروح يتكلم معاه، وفعلا راح، ويا ريته ما راح. رد عليه الجلاس رد خلاه يتصدم، وانا نفسي اتصدمت وانت هتصدم فعلا. يعني الجلاس الكيوت اللي كان بيربي عمير ده كأنه ابنه بيصلي معاه من هو عنده 10 سنين، يرد الرد اللي انا مش عارفة هو دماغه كانت فين اصلا وهو بيرد. راح قال له ايه؟ ان كان محمدا صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. ممكن انت ما تكونش فهمتها قوي لانها لغة عربية، بس من الاخر ده كلام كفر استغفر الله العظيم يا رب، يعني وتشكيك في النبوة بتاعت محمد استغفر الله العظيم، يعني الراجل كفر في الاخر. اللي ساعتها كان مصدوم مش عارف يرد عليه يقول له ايه ولا. اتصدم حبيبي لانه اكتشف ان ابوه او الراجل اللي زي ابوه طلع واحد من المنافقين اللي عمالين ينقسوا في الناس ويقولوا لهم كلام، اي كلام وكفر استغفر الله العظيم يا رب، وفي الاخر هو منافق ويطلع يصلي معاه وهو في الاخر ولا بيصلي ولا هو مؤمن اصلا. هيخطر على بال عمير ان هو يروح ويقول لرسول الله على كل حاجة، بس لو روح الناس هتقعد تقول عليه يعني راح يشتكي الراجل اللي رباه. يعني اوعى تنسى ان الجلاس ده زي ابوه، فانت لو رحت هتروح تشتكي كأنك بتشتكي ابوك بالظبط، فالناس مش هيكون عندها المرونة انها تفهم الموضوع اصلا. ان عمير بجد في موقف صعب جدا، موقف صعب يعني، وسنه صغير كمان، فان هو يتصدم في القدوة اللي كان عايش معاه طول حياته اللي هو الراجل اللي زي ابوه، حاجة صعبة بجد. قرر عمير ان هو يروح يقول للجلاس ان هو هيروح يشتكي للرسول، وفعلا قال له يا جلاس انا هروح اقول للرسول على كل حاجة فاخد بالك. وفعلا راح وحكى للرسول على كل حاجة. فرح الرسول ندى واحد يجيب الجلاس عشان يتكلم معاه. فعلا الجلاس جه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم على اللي سمعه من عمير. فتخيل يرد الجلاس يقول له ايه؟ يعني بص بقى الحقارة. راح قال له ده كذاب، ده كذب عليا وافترى عليا يا رسول الله، وبيقول كلام كمان انا ما قلتوش. عمير كان مصدوم حرفيا، يعني مصدوم صدمة عمره، ووشه احمر وقعد يعيط. ما هو ما هيعمل ايه؟ وحرفيا هو كان حاسس بأسوأ شعور في الدنيا، ده هو شعور خيبة الأمل. يعني انت لو رحت كتبت على جوجل أسوأ شعور في الدنيا هيجيلك أول حاجة خيبة الأمل. اهو الواد ده يعني عمير كان بجد حاسس بكمية خيبة أمل. يعني أنا حاسس بأسوأ شعور في الدنيا. ما كانش قدامه غير ان هو يدعي. قعد يدعي بيقول اللهم انزل على النبي كما تكلمت به، اللهم انزل على النبي كما تكلمت به. فراح الجلاس قال له والله يا رسول الله انا بقول الحق، لو انت عايزني احلف يعني كمان هتحلف كذب
يعني بس يعني انا مش عارفه الجلاس ده كان دماغه فين، بس كمان هتحلف كذب. راح قال له لو عايزني احلف هحلف، وفعلا حلف بالله ان هو اللي بيقوله ده الحق، لدرجه ان الصحابه بداوا يبصوا لعمير بصات ان هو فعلا كذاب، لان الراجل حلف، يعني حلف بالله ان هو مع يعني ان ده الحق، والحلفان كذب دي ليها معصيه كبيره جدا، يعني اكيد الراجل مش هيحلف كذب، ده من ضمن تخيلاتهم طبعا. ينزل الوحي على الرسول في نفس اللحظة، وتنزل الآية رقم 74 من سورة التوبة، عشان تظهر الحق بقى، والجلاس ده يبقى منظره يعني زي الزفت، منظره زي الفل بعد الآية دي. للمصايب اللي عملها، يعني معلش كفر بالله، استغفر الله العظيم يا رب، وكان من المنافقين، وحلف كذب وكذب على الرسول، يعني فاهم، انا ما بكذبش على حد عادي، ده انا بكتب على الرسول، يعني انت دماغك كانت فين ما اعرفش. يعني قال الرسول أتوب، وبالفعل تاب، يعني تاب عن كل اللي عمله، وربنا الحمد لله يعني تقبل توبته الحمد لله. ساعتها الجلاس كان بيقول إن لولا عمير ما كانش تاب أبدا، وكان فضل على كفره ده للأبد. بس كده خلصت الحدوتة. والعلم ده عمير وهو صغير، في حاجات تانية أعظم هو عملها بكتير عمير وهو كبير، فاستنونا ما تقلقش، في جزء تاني هيجي للفيديو ده. بس كده، شكرا.